إلى سوريا وحتى نكرم فنانة تابعت بمسيرتها تاريخ السينما والتلفزيون السوري. تخرجت من كلية الحقوق إلا أنها ما مارست المحاماة لأنها دخلت مباشرة إلى عالم الفن، وكانت بدايتها بأوائل السبعينات حيث اشتركت بعدد من الأعمال بالسينما والمسرح والتلفزيون. نجمة مميزة مثل كل مكرمينا بالزمن الجميل. من أوائل أعمالها السينمائية كان في المقلب في المكسيك من بطولة ضليد لحام، ومن بعدها حصدت جوائز عديدة على مجمل أدوارها التلفزيونية الناجحة. سجلت بحضورها صفحات ذهبية من فن الزمن الجميل. بدي أدعي على المسرح الممثل سعد حمدان والإعلامية ريما صيرفة حتى يرحبوا فيها ويسلموها الجائزة. مسا الزمن الجميل، الزمن الأصيل. قبل ما أتحدث عن الضيفة المكرمة اسمحوا لي أحكي بحق بلبنان عنا مهرجانات للتكريم مع دروع كتيرة، وكل مهرجان يتميز بمواصفات معينة. بسمح لحالي أحكي كلمة حق بخصوص مهرجان الزمن الجميل يلي هو مهرجان لا يبغي الربح، الوحيد الذي يقدم التروفيه لمن يستحقها للأشخاص يلي فعلاً هن على قدر الحمل وهن عندهم الجدارة والاستحقاق. نحن الزمن الجميل لازم ندعمه كإعلاميين لأنه بيبيض وجه لبنان وبيحسسنا أنه الأصالة كلها موجودة بهيدا المهرجان. أهلا وسهلا فيكم. سعد. شكراً. الفنان اللي راح نقدمها اليوم هي عضو بنقابة الممثلين السوريين من سنة 76. اختها أيضاً ممثلة وهن أحفاد العازف عمر النقشبندي. عرفت تختار بالمسرح أدوار كتير مهمة مثل الآباء الصغار مع دريد لحام وحنان الترك، وأيضاً الهوية والعشاق، وأكيد دمشق حلب. في جعبتها 100 مسلسل بين كوميدي وتلفزيوني، بيناتهم حمام القشاني، مرايا، بيناتهم الفصول الأربعة، بيناتهم كمان آخر إطلالة لها برمضان نحكي عن باب الحارة بالجزء العاشر. هيدي الممثلة تعشق جمهورها، لذلك قليل كتير إنه منحبها لهالأستاذة الكبيرة. تفضل. الفنانة الكبيرة وزميلتنا الفنانة السورية سلمى المصري. أهلا وسهلا فيك. كل خط فيه بصير لوحة، حكاية عن تناقضات حياتك، جبروتك، ضعفك، حبك، حقدك، تعبك، راحتك. كل تعبير بوجهك بصير لوحة. أخذت البنت وقتلت الولد، شو عاد بدك منا كمان؟ شو عاد بدك منا كمان؟ شو عاد بدك منا كمان؟ أول شيء يسعد مساكم جميعاً. أنا مبسوطة بكل الحضور. تحية للبنان، الفن والحب والثقافة.
وكمان تحية كبيرة للدكتور هراتش اللي قام على هذا المهرجان، مهرجان الزمن الجميل. الحقيقة أنا فخورة اليوم وكتير سعيدة، وهذا التكريم كتير مميز إلي لأنه عم أتكرم مع عمالقة الفن وأنا بفتخر فيهم، مثل السيدة سميحة أيوب، هذا الشيء بيشرفني، ومثل الأستاذ خالد زكي والسيدة نادية الجندي، وكلهم كان لهم يعني أرشيف كبير وأعمال كتير مهمة، وهذا الشيء بيسعدني. بتمنى كل التوفيق لرمز الجمال للدكتور هراتش، لأنه أنا بعتبره الله جميل ويحب الجمال، ودائما بيحب يشوف كل الستات حلوين. شكرا دكتور هراتش، شكرا لكل القائمين على هذا الحفل، وإن شاء الله دائما حيستمر وحيكون أحلى وأحلى. شكرا لكم.